يا صباح الفل والياسمين على المتابعين المحترمين في كل مكان، ومساء الخير لو بتشوفوني بالليل. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الأيام بألف خير، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب العالمين. وإن شاء الله السنة دي 2023 تحققوا كل ما تتمنوا يا رب العالمين. اللي نفسها في طفل ربنا يا رب يكرمها بالذرية الصالحة، واللي ما اتجوزتش ربنا يكرمها بالنصيب الصالح، واللي متجوزة ربنا يهدي سرها يا رب العالمين، ومعاها أولاد طبعا ربنا يخلي لها أولادها ويفرحها بيهم. وكلكم تحققوا كل ما تتمنوا السنة دي بإذن الله. النهاردة كده بمعونة ربنا، وبعد بقى ايه طول انتظار الفيديو بقى المنتظر، تنظيفات العيد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا بقى ما قدرتش اخره زيادة عن كده، الايام بتجري وفرصة ان ايه الجو بقى كويس معانا الاسبوع ده، فقلت ايه اتنشط بقى كده، واقوم ايه اشوف حالي كده، اشتغل كده ايه اتسلى واحدة في واحدة عشان الدنيا ايه ما تكركبش عليا مرة واحدة وايه. وابص الاقي كمان الوقت ايه جري مني. ولو وصلت معايا لحد هنا يا ست الكل، ما تنسنيش في لايك حلو من ايديكي. ويعلم ربنا انتوا وحشتوني كتير 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 قوي. وانا بتعامل معاكم كاخوات مش متابعين، ولا اني استفيد منكم باي حاجة، يعلم ربنا. إيه كده اهوت انا جيت اصبح عليكم، صباحكم فل وياسمين، صباحكم بلون قلوبكم ابيض زي الفل. كده بقول لكم ايه، انا شغلت كمان ايه, إيه بره كده حاجة تسليني وانا ايه, إيه وانا بشتغل كده. طبعا في اول فيديو زي ما شفتوا اول حاجة ببدأ بيها ان انا اعمل غدا، لان الوقت بيسرقني، وطبعا انتوا عارفين ان النهار ايه قصير ما فيهوش، هبص الاقي الوقت سرقني طبعا وايه وما عملتش اكل. فطبعا كالعادة يا سادة أسهل حاجة بقى صيام فطار هي صينية البطاطس. رحت عاملة صينية بطاطس كده ايه صيام على السريع، ما بتاخدش وقت، وسبتها بقى ايه على النار. ورحت داخلة بقى ايه أشوف شغلي. طبعا بدأت النهاردة بأوضة النوم كده ايه هبدأ شغلي فيها. طبعا طلعت المراتب بره، وشغلت طبعا الغسالة. إيه طبعا الناس اللي متابعاني من زمان عارفة، بقول لكم لسه الشمس ايه جاية اهيت ايه على المراتب الحمد لله. ان لسه ايه بدري كده، وطبعا لما بتصحي بدري بتحسي ان اليوم طويل معاكي وانك انجزتي. يعني يوم زي ده مثلا هتنضفي وتنفضي بقى كده، تصحي بدري علشان يبقى قدامك المجال ما تضغطيش نفسك. بوريكم حتى انا ايه ما فطرتش، واولادي كانوا عاملين سندوتشات وكده ايه، قالوا لي خدي بقى ماما ايه افطري لانك بتسهي عن نفسك في الشغل. يعني ايه وانتي بتشتغلي كده اتسلي. هتبص تلاقي لقمة في التانية كده، صدقوني ايه بقيت ناسياه كده ايه. طبعا انا عايزة اخلص، لان انتوا عارفين ان الجو برضو ايه ملهوش امان، في كلمة والتانية تبصوا تلاقوه ايه قلب كده ايه معانا. طبعا بعد ما طلعت ايه المراتب، وطلعت طبعا زي ما كنتوا شايفين الكراتين، والحاجة اللي تحت السرير برضو طلعتها تتهوى، وكل حاجة ايه هشيلها بقى معاكم كده، وهنشتغل بقى تنظيف عميق. صدقوني هي ما كانتش محتاجة يعني ايه، احنا كنا لسه منضفين مع بعض لو تتذكروا يعني ايه في بداية الشتاء. هي دلوقتي لحد دلوقتي لسه برضو ايه ما شتتش ولا حاجة معانا. هشيل بقى ايه السجاد ده برضو، وهنشوف بقى مصيره هيكون ايه معانا. إيه هنمسحه على الناشف ولا هنغسله؟ خليكم معايا ايه لاخر الفيديو. ولو وصلت معايا لحد هنا يا ست الكل، ما تنسنيش في لايك ايه حلو من ايديكم. بفكركم على طول باللايك، لان هو اللي بيرفع الفيديو وبيخليه ايه يقترح لاكتر ايه من عدد كبير من الناس يشوفوه. إيه هي ديت الحاجة الوحيدة اللي ممكن ايه يعني تعملوها معايا، انكم إيه تحطوا لايكات. كده اهوت شديت بقى ايه السجاد بقى الاول، شديت الاولانيه علشان ايه توسع معايا المكان. بس بعد ما طلعت طبعا ايه ترابيزه التلفزيون عشان توسع معايا ايه المكان. وسحبت كده الكومود ده علشان ايه, إيه امسح بقى السقف كده وانضفه. اول حاجه بقى بناخد من فوق لتحت كده، طبعا كلامي كل البنات ايه المبتدئين لسه. ناخد بقى السقف معانا، لو في اي اتربة في عنكبوت اي حاجة ايه بنزله ديت ايه كده معايا. مقشة ناعمة عندك اللي هي الزعافة اعملي بيها عادي مفيش اي مشكلة.
كده اهوت. وبعد ايه ما انضف بقى السقف كده هنبدأ بقى نمسحه. بس خطوة مهمة، لازم تنضفي السقف علشان لو في اي اتربة او عنكبوت وحطيتي عليه مية هتبصي تلاقيه عمل تشبيحات كده زي طينة، فبدل ما هتنضفيه هتبصي تلاقيه ايه بهدل الدنيا معاكي. فخطوة خطوة كده امشي معانا وقومي بقى وتنشطي، ما تقوليش الدنيا شتا والدنيا برد او كده، لا يلا قومي كده، ده يومين كده في السنة، كل سنة وانتوا طيبين. قومي بقى وتشجعي كده، شغلي الفيديو جنب منك وان شاء الله هتتشجعي كده. بس ما تنسينيش بقى تعملي لي لايك كده وانتي مشغلة ايه الفيديو كده اهوت. رحت بقى على الدولاب برضو لو في اي اتربة بطيرها بالفرشة. وبعد كده معايا ايه الجلافز ده لبسته كده ايه في ايديا وحط بصراحة هو فيه حاجات صغيرة كده فبتدخل في الزوايا بتاعة الدولاب فبتنضف الدنيا بتخليها فلة بصراحة. ما تركزوش معايا انا لسه صاحية من النوم فانا بسجل بقى الصبح وانا صاحي من النوم علشان بقيت النهار بيبقى صوت دوشة وبهدلة وصوات اولاد الجيران وكده، فايه ما بعرفش اسجل بقى الا الصبح وانا صاحية كده اهوت. خدت الدولاب بقى معايا وهاخد برضو كل الموبيليا اللي في الأوضة هاخدها ايه معايا. الأوضة السرير اهوت بشاور لكم التسريحة كل ده مسحته كده وانا ماشية. بقول لكم كده انا خلصت السقف والموبيليا هبدأ بقى ايه الارض. المهم انك تكوني كده مرتبة اولوياتك هتعملي ايه، مش ما تبقيش متلخبطة. يعني في اساسيات بنبدأ بيها فلازم ايه ما تسيبيش خطوة تعدي عليها كده. يعني ما ينفعش نروح بقى نسيق الارض مثلا وهي ما اتكنستش، طبعا مليانة اتربة هتبهدل الدنيا معانا. او مثلا بعد ما سيقت كنست وسيقت ونضفت اروح اعمل السقف، ما هو لو في السقف اي حاجة هتنزل على الارض تبهدلها. او مثلا بعد ما عملت الموبيليا اروح اعمل السقف، لو في السقف اي حاجة هتنزل برضو ايه تبهدل الموبيليا معاكي وشغلك يبقى راح. ففي اولويات كده بنمشي عليها، خطوات كده مهمة في الترتيب والتنظيف بتسهل عليكي ايه الدنيا كده. طبعا سحبت الكرسي كمان طلعته بره علشان يديني مساحة في الجنب التاني. كده هبدأ اشد بقى ايه التسريحة ديت علشان ايه اكنس برضو وانضف وراها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبرضو همسح الحيطة، هزعف الحيطة كمان عشان لو فيها اي اتربة مكان التسريحة او كده اخدها ايه معايا. والتسريحة كمان هاخد ظهرها كده ايه معايا عشان لو في اي اتربة او كده. صدقوني الأوضة كانت نظيفة، يعني كان ممكن أعدي بيها العيد عادي ما فيش أي مشكلة. بس خلاص طالما أنا قلت لكم لو لقيت الجو حلو واتحفزت كده إيه هعملها. بس يعلم ربنا أنا عملتها وصبحت كأني واخدة علقة محترمة. يعني المفروض تاني يوم كنت ناوية والنية لله إن أنا أعمل أوضة إيه الأولاد، لقيت نفسي دراعتي وكل بقى كل عظمي مش قادرة بصراحة. فقلت ايه استريح لي يومين كده لان انا عارفة نفسي. فبدأت ايه بدري شوية بحيث ان انا لو تعبت في نص الايام او كده فيبقى معايا لسه وقت ما بقاش ايه مضغوطة زي ما قلت لكم كده. جبت الطبق ده فيه مية وحطيت عليه كلوركس الوان وبلت فيه ايه الفوطة ديت وحطيتها كده على المقشة ومسحت بيها السقف والحيطان. وكده ايه هبدأ اعمل الارض اهوت. خلاص كبت برضو ايه على الارض مية وحطيت برضو كلوركس. الكلوركس بيخلي الدنيا فلة فلة وريحة النظافة ومش قادرة اقولك بصراحة كده اهوت. وكبت داخل السرير برضو ايه وهنضفه ايه كده معايا خطوة خطوة كده بنمشي بالترتيب. هتبص تلاقي الدنيا بقت فلة معاكي. يعني الأوضة دي خدت معايا زي ساعة أو ساعة ونص بالكتير. طبعا وقت الشيل وكده برضو ايه بياخد وقت. كده خلصت الجزء ده ونضفته وجبت الشرشوبة ايه هنشفه علشان هشد السرير. اسفة هشد بقى السرير في المكان الفاضي ده علشان انضف ايه الجنب التاني ده ايه برضو معايا كده.
اهوت. هاخد بقى ايه الجنب التاني كده ايه معايا، نسيت بقى وايه وخدت الشرشوبة كده اهوت. آه، الكلوركس برضو هكب مية وهمسك برضو ادعك بالمقشة اللي معايا ديت. وطبعا كده بتكون اخر ايه مرحلة تعتبر في الأوضة بالنسبة للتنظيف. كده ببقى عملت السقف والموبيليا وكنست وسيقت وكده ايه الدنيا بقت تمام معايا. نفسي اغير نظام الأوضة بس للأسف عندي الدولاب تهمة، ما بعرفش حتى ان انا ازقه حتى من مكانه. وكان في واحدة في روتين من الروتينات يعني بتاعت غرفة النوم، إيه، طلعت يعني تتريق على الغرفة يعني. يعني انتي مش احدث موديل ولا اي حاجة انك تطلعي تظهريها او كده، لا صدقيني. المهم مش احدث موديل ولا اي حاجة، يعني نصيحة لله كده. ممكن يكون عندك احسن موديل في غرفة النوم والوان وكل حاجة، بس للأسف انتي مش نظيفة. سامحيني يعني انتي لو سمعتي الكلام ده هتعرفي انك ايه، ان الكلام ده ليكي. ممكن يكون عندك احدث وانضف اوضة واغلى اوضة، بس انتي حضرتك مش نظيفة ومخلياها اسفة. اعزكم الله مقلب زبالة، معلش يعني. ممكن الحاجة البسيطة ديت انا بهتم بيها وبنضفها احسن من 100، وهي عندي احسن من 100 غرفة ايه كويسة كده اهوت. والغرفة دي بقالها 20 سنة، ف كويس انها لسه عايشة. طبعا انا جبت، معلش خدتكم في الكلام، حطيت الحاجة تحت السرير ورديت ايه للواح، ورديت كل حاجة بقى مكانها بالشكل اللي شفتوه. جبت بقى المراتب كده، وده الشكل النهائي للغرفة. طبعا انتوا عارفين ان انا شلت طبعا السجاد، فانا مش عارفة مصيره بقى لحد دلوقتي. استنوا هتعرفوا مصيره معايا دلوقتي. ان انا هنضفه كده على الناشف ولا ايه هغسله. طبعا والغسيل كان خلص، طبعا كان لسه النهار طالع معايا زي ما انتوا شايفين كده ايه. نشرت الغسيل كمان معايا زي ما قلت لكم لما بتصحي بدري بيكون قدامك المجال ان النهار طويل، لكن لما بتصحي متأخرة وعايزة بقى تعملي شغل بتلاقي النهار ايه قصير معاك. كده الطاجن بتاعي صينية البطاطس عملتها، ولما كانت نص تسوية حطيتها بقى في الطاجن كده عشان تاخد طعم حلو، ودخلتها في الفرن وخدت شكل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعملت رز بشعرية ومخلل كده معايا. والف حمد وشكر ليك يا رب، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، وربنا يطعم كل جائع على وجه الارض يا رب. وكان مصير بقى ايه السجاد معايا انه يتغسل. هو صدقوني لسه نضيف، وهتشوفوا دلوقتي الصابون عليه نضيف خالص. بس قلت طالما شلتهم خلاص والجو حلو اغير بقى ايه ميتهم كده، لان انا هسيبهم فترة طويلة. اذا عشنا يعني هسيبهم من شهر 1 لتقريبا شهر 4، فهيكونوا 4 شهور، فهيكونوا طبعا ايه اتبهدلوا. فما حبيتش الفترة تطول عليهم، فقلت اغسلهم بقى من دلوقتي علشان حتى لما يتسابوا ايه على نظافة، على نظافة كده، ما يتسخوش ايه كتير. اسفة ان انا ايه الكلام بيقطع مني كده زي ما انتوا شايفين اهوت. وزي ما قلت لك يا حبيبتي، ساعات بتكون البساطة احسن بكتير من ان يبقى عندي حاجات كتير ومش مهتمية بالدنيا. اهم شيء النظافة، النظافة ثم النظافة ثم النظافة. زي ما قلتلك ممكن تكون شقتك ما شاء الله ربنا يبارك لك ولا كلمة، وبالنسبة لك انا حاجة متواضعة على قدي، بس عجباني وبهتم بيها. المكان مش بالحاجة اللي فيه، طبعا المكان بالناس اللي ساكناه، الناس الكويسة طبعا اللي ساكناه، والناس النظيفة اللي ساكناه. انا اعرف ناس شخصيا يعلم ربنا عندهم مساحة وعندهم احسن حاجة اي حد يتمناها طبعا، بس للأسف مهملين وما يعرفوش عن النظافة شيء بمعنى اصح يعني. كده طبعا انا بمسك السجاد، الناس طبعا اللي معايا من الاول عارفين ان انا بمسك السجاد الاول ايه ابله كده،
علشان لو في مثلا اي حاجة لازقة او كده تبوش معايا عبال ما اجي ابدأ في الغسيل كده اهوت. وبعد طبعا انا عملت الاتنين دولت برضو بوشتهم في الاول وغسلتهم كمان عشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده، لان بصراحة ما كانش نفسي ان الفيديو يطول كده. بس يلا حظكم بقى طلع كده كده. شايفين الصابون، شايفين الرغاوي نضيفة ازاي. طبعا انا بغسل كلوركس الوان وبرسيل، المرة دي مش جل، برسيل باودر، مش كلوركس باودر، يو اوكسي باودر. معلش بقول لكم صاحيه من النوم بقى، محدش يعلق عليا. معلش توهتكم معايا. حطيت في الطبق معايا طبعا ميه وكلوركس الوان واوكسي باودر. كل مره انا بحط المسحوق بيكون جل معايا علشان ما يعملش رغاوي كده ويبهدلني في الشطيف. بس هو اللي كان عندي حاضر يعني، فقلت بدل ما اوقف نفسي واستنى اعمل امشي نفسي باللي معايا كده اهو. شايفين ما شاء الله الرغاوي بتاعتها نظيفة وزي الفل، يعني ما كانتش محتاجة غسيل ولا حاجة. بس انا عشان شلتهم وكده وقلت الجو كمان حلو ومشجع كده فاغسلهم وخلاص كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا انا غاسلة الاتنين التانيين دولت هيتشطفوا بس. زي ما قلت لكم مش حابة الفيديو يطول عليكم اكتر من كده اهوت. طبعا الناس اللي هتوصل معايا، اذا حد يعني وصل معايا للاخر، يبقى يكتب لي في التعليقات انا كنت بتكلم على ايه النهارده. يعني يعني على موديل غرفة النوم وكده، والست اللي كانت بتتريق عليهم. صدقيني كلامك عادي بالنسبة لي، مر عليا مرار الكرام كده، مرور الكرام بصراحة، فعادي ما خدتش كلامك في دماغي. انا اهم حاجة عندي لو حتى ساكنة في عشة بس تكون نظيفة، لكن لو عايشة في قصر وعزكم الله مزبلة لا ما يلزمنيش، مش عايزاه. انا مش بشكر في نفسي بامانه، انا في عز تعبي كنت بقوم وبشتغل وبشوف شغل بيتي، وما بحبش الدنيا تكون حوالين مني مكركبه او مش نظيفه او كده. بتضايق وبتخنق اصلا من المناظر ديت. وحتى اولادي زي كده يعني، ببص الاقيهم لو الدنيا مكركبه اقول الدنيا مكركبه كده ليه، ويقوموا هم ينظفوا. يعني مش مكركبة الكركبة بقى اللي في بالكم، يعني لو في حاجة مش في مكانها بالنسبة لنا احنا دي كركبة. يعني لو مفرش يعني مش مظبوط في مكانه يقولك الدنيا مكركبة. لو مثلا في ازازة محطوطة يقولك هي عاملة كركبة. فاهميني؟ فكمان عودت اولادي على كده انهم هتقولوا لي ده اوضتهم بتبقى مكركبه وما اعرفش اوضتهم بتبقى مكركبه لان انا بوريها لكم وهم صاحيين من النوم. فطبعا وهم داخلين بالليل، اللي مثلا عايز ياكل حاجه اللي عايز يشرب حاجه فبياخد معاه في الاوضه. فاهميني؟ فبتصبح طبعا الاوضه مكركبه، واي حد في الدنيا بيكون مكركب زينا كده. ما انا وريتكم الغرفة في الاول انها مكركبة وعاملة ازاي وكده، لان اصلا انا كنت لسه صاحية من النوم، فطبيعي ان الدنيا تكون مكركبة حوالين مننا. مين بينام ويصحى يلاقي مثلا غرفته 10/10؟ طبعا اضعف الايمان لازم تكون الفرشة متبهدلة مكان ما نمتي، ولا بتنامي تصحي كده تلاقيها مترتبة مكان ما نمتي. طبعا لا، مفيش الكلام ده كده. بدأت اشطف معاكم كده اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والحمد لله نشكر ربنا، وعدت غرفة النوم وعدى السجاد وعدى كل حاجة. بس طبعا مش هيعدي وانتي نايمة في مكانك او تحت البطانية وبتقول خلاص كده مش هتشتغلي بالريموت طبعا. لازم تقومي كده، وكمان عشان تحسي ببهجة بقى العيد وفرحة العيد كده انك تقومي وتنضفي. يعني اللي خلاني كمان شلت الدنيا ان انا احسس بيتي واولادي
ببهجة العيد بقى وفرحة العيد، وداخل علينا بقى ايه عيد ميلاد المسيح طبعا. اكبر فرحة في الدنيا بالنسبة لنا مجيء المسيح طبعا. ف مفيش فرحة يعني تعادل فرحتنا بمجيء المسيح بالنسبة يعني ايه للمسيحيين. فكده ايه الحمد لله. يوم وعدى، ايوه عدى، ان انا تعبت واتكسرت، يعلم ربنا انا خدت حقنة للعظم علشان تسكن الدنيا معايا، علشان اقدر ايه اكمل شغلي. بس برضو عادي مفيش اي مشكلة. افرح بيتي ونحس كده ايه ان داخل علينا عيد. كده ايه شطفتهم طبعا، هشطفهم بقى كلك واسيبهم بقى يتصفوا، واخدهم بقى ايه اوديهم على الحبال. بس للاسف انا ما قدرتش ايه اصور معاكم بقى ليلتها، لاني خلاص انا حطيتهم فعلا على الحبال من بالليل. قلت علشان يصفوا ميتهم ويطلع ان شاء الله النهار عليهم وتطلع الشمس عليهم يبدأوا ينشفوا ويكونوا صفوا كل ميتهم طول الليل. لكن ما قدرتش اصور بالليل. وده بقى شكلهم تاني يوم وهم على الحبال كده ما شاء الله. طلع عليهم النهار وكان في شمس الحمد لله نشكر ربنا. وعلى اخر النهار باذن الله يكونوا نشفوا. لو عجبكم فيديو النهارده لايك وشير واشتراك في القناه. سلام يا حبايبي، مع الف سلامه.